عشان نعمل مسقعه نحتاج مكونات بسيطه قوي، بتنجان وبطاطس وفلفل، وواحد من ده يعني مش هيضر خالص، ولحمه مفرومه، زبده، شويه عصير طماطم صغيرين، وتوم، وشويه ملح وفلفل بس. خلينا نبدا الاول باللحمه المفرومه لان هي تاخد وقت شويه. اول حاجه نحط مكعبين زبده وننزل عليهم بفص توم مفروم ونديهم تقليبه حلوه، واول ما نشم ريحه التوم على طول ننزل باللحمه. مش عايزين نقلبها كتير، وهننزل عليها على طول بصلصه الطماطم تقليبه صغيره، ونسيبها على النار 10 دقايق عقبال ما نجهز الخضار. اول حاجه بقى نبتدي نقشر في البتنجان، نشيل الراس بتاعته، مش هنقشره كله يعني حته وحته. نقطع الفلفل برضو، واخر حاجه بقى البطاطس. الاول هنقشرها وبعد كده نقطعها رفيع. في العادي ان احنا بنقلي الخضار، بس المره دي احنا بنشويها عشان تكون خفيفه. استنى، قبل ما هنروح نشوي الخضار هنبص الاول على اللحمه المفرومه، هي كده استوت وبقت حلوه قوي. نديها بقى شويه الملح والفلفل اللي قلنا عليهم، زود في الفلفل الاسود لانه مع اللحمه بيديها طعم حلو قوي. شويه الملح. اول ما الجريل يسخن هنزل عليه كام حته زبده كده صغيرين، وننزل بالبتنجان والفلفل. انا اديته لون بس كده وتشويحه، لان هو كده كده هيكمل سوا في الصينيه بتاعت المسقعه. كده كل الخطوات خلصت، مش فاضل غير اخر خطوه بس، وهي ان احنا نرص الصينيه. ننزل باللحمه المفرومه الاول، بعد ما فردناها نبتدي بقى ننزل بالخضار. اهم حاجه بقى ان احنا نكون موزعينه حلو. كده الصينيه بقت جاهزه ان احنا نحطها على النار. هنزود عليها بس شويه صلصه متدوبين في ميه، ونسيبها تستوي مش اقل من تلت ساعه. ونديها رشه بقدونس خفيفه خالص. وكده المسقعه الدايت بقت جاهزه. اكتبوا لي في الكومنتس ايه الاكلات التانية اللي حابين تشوفوها في الف طبخه وطبخ.